عمرك شفتي نمر بينط في المية لمجرد ان هو عايز يبقى بيتغير او ان هو عايز ياكل؟ مستحيل طبعا. ليه؟ لان هو عارف نفسه بالظبط، فهو عارف لما هيتغير بناء على ان هو اسرع حيوان، ان هو حيوان بري، ان هو لو نزل تحت المية عشان يعمل نفسه ان هو بيتغير كنمر، هو مش هيقدر يستحمل 5 دقايق. يا اما لو قعد اكتر من كده هو هيحصل فيه هلاك، هيموت، او ان هو مش هيقدر يكمل وهيطلع بره. احنا البني ادمين نفس الموضوع. فبناء على هو عايز ياكل فهو بيجرب طريقة صح في الحيوانات البرية، في الحياة البرية، في الظروف والحاجات اللي مساعداه قدامه. عشان تغيري نفسك لازم تعرفي انت مين. يعني هل يا امان انا بعد ما هشوف الفيديو ده بساعة او بساعتين او تاني يوم الصبح لما هصحى هلاقي نفسي انا خلاص عرفت الصورة الذاتية عن نفسي؟ هل لما انا اكون خلاص اوريدي عرفت الصورة دي الصورة اللي انا هكمل بيها باقي حياتي، بناء عليها هاخد خطط، قرارات، هبقى فاهمة ازاي ابقى بتعامل مع الناس؟ في الحقيقة لا. ليه؟ تجاربك اللي فاتت غير تجاربك اللي انت لسه هتمر بيها، غير الناس في الفترتين، غير البيئة اللي انت كنت عايشة فيها. كل مرة انت بتبدأي تكتشفي نفسك اكتر. في تجارب انت هتمر بيها هتتفاجئي انك انت عارفه نفسك كويس، وفي تجارب انت هتبقي لسه جديده عليكي فانت ما تعرفيش how to handle it يعني. بس ما ينفعش اجي اقولك تعالي اعملي بلاتيز او how to be diva او كل الحاجات دي وانتي اصلا ما تعرفيش نفسك من الاساس. بمعنى ان مش هينفع اقول ان انا خلاص بكره الصبح هصحى اتغير وهروح الجيم، هاكل healthy food، هعمل حاجات جديده، هتعلم اسبانيش، شفت البنت الفلانيه بتعمل كذا في المكان الكذا فانا هعمل زيها. كل الحاجات دي انا هبقى بضحك عليكي. ليه؟ لان ظروفي غير ظروفك، اللوكيشن بتاعي غير اللوكيشن بتاعك، سني غير سنك، الناس اللي حواليا غير الناس اللي حواليكي، كل حاجة بتختلف، حتى الروتين بتاعك. فأنا لو جيت اديتك سيستم او انت مشيتي على سيستم انت شفتيه على السوشيال ميديا، هتعملي حاجة من حاجتين: يا اما انت عمرك ما هتتغيري تماما لان السيستم ده مش ماشي، مش مناسب لك، يا اما هتتأثري نفسيا بالموضوع ده. يعني هيبقى عندك عدم ثقة بنفسك، هتحسي بخذلان من وجهة نظرك، صورتك قدام نفسك هتغير، هتحسي نفسك كسلانة، كل الحاجات دي. فعشان خاطر اقدر اتغير لازم اعرف انا مين. طيب البروسيس بتاعت ان انا ابقى عارفة انا مين بتاخد مني وقت، ممكن تاخد سنين. ممكن تبقي بدأتي تفهمي جزء منك دلوقتي بس ما تعرفيش بعدين كل كومبليتلي الصورة الذاتية اللي عن نفسك. في سر ياباني كده كنا عارفينه، كان بيديكي 4 أسئلة، من وجهة نظر الأسئلة دي من إجاباتك يعني عليها هتبقي عارفة البيز بتاع صورتك قدام نفسك عاملة ازاي. بمعنى احنا عندنا ال4 أسئلة، بيقولك تحبي تعملي ايه، بتحبي ايه اللي تقدر تقدميه للعالم بتاعك. والعالم بتاعك ده مش معناه اليونيفرس بس، هو معناه الكوميونتي اللي انت عايشة فيه، صحابك، اهلك، المدرسة، الكوليدج، الشغل بتاعك، كل الحاجات دي. اخر حاجة ايه اللي ممكن تعمليه تقدملك قصاده فلوس. دول 4 أسئلة مهمة هيفرقوا معاكي نفسيا وصحيا، وفي علاقتك مع الناس، وفي علاقتك في الكارير بتاعك، وفي دراستك. هتفرق معاكي فعلا في كل الجوانب. تخيلي ان انا قلتلك مثلا تعالي نعمل بلاتيز، لان هي فعلا حسيتني ان انا بدأت اتغير، فانت جيتي خدتي الفكرة دي ومن بكرة روحتي عند نفس المكان اللي انا عملت عنده بلاتيز. طيب انا في لوكيشن مختلف وانتي جيتي سافرتي اللوكيشن ده عشان خاطر تعملي ايه؟ انتي عارفة عملتي ايه وقتها؟ قمعتي ذاتك الحقيقية، انتي دفنتي جوهرك، الجزء الكويس فيكي، انتي دفنتي درتي لمجرد انك بتحاولي تعملي هوايات وشخصيات وروتين ناس تانية تحت بند تحسين حياتك. فالحاجة اللي ممكن تبقى كويسة معايا مش نفس الحاجة اللي ممكن هتخليكي تحسي بالرضا عن نفسك، لان كل واحد مختلف تماما عن التاني. فاول ما انا هبدأ عارفة ايه الحاجات اللي بتعجبني، ايه الحاجات اللي بكرهها، ايه الحدود اللي انا لما بحطها مع الناس انا ببقى مرتاحة فيها،
شكلي في الشغل عايزاه إزاي، أساس النجاح بالنسبة لي عامل إزاي، لإن كمان الظروف اللي أنتِ اتحطيتِ فيها هتبقى مختلفة. في ناس تبقى بالنسبة لهم إن هم يعملوا فلوس لإن هم عدّوا بالفقر، في ناس بالنسبة لهم concept الصحة مهم بالنسبة لهم وهو ده اللي بيتمحوروا حواليه. عقلِك في الprocess بتاعة إنِّك تعرفي أنتِ مين ده شيء مهم جدًا، لإن أنتِ لو جيتِ فكّرتِ عن حياتِك بصورة صغيّرة، فحياتِك هتبقى بالصورة الصغيّرة دي، أنتِ لو فكّرتِ في حياتِك بشكل كبير، فحياتِك هتبقى فعلًا كبيرة، وده هيأثّر عليكِ في المستقبل وفي خططِك، إزاي شايفة نَفْسِك في نظرِك يعني. عايزة كمان أقول لِك إنِّك ممكن تقعدي شوية تبدئي تراقبي الصورة اللي أنتِ مصدّراها للناس، يعني لمّا بتقعدي مع صاحباتِك هُم بيعاملوكِ إزاي، بيقولوا لِك إيه، عشان خاطر بناءً على اللي هُم بيعملوه أنتِ بيبان قدّامِك الصورة اللي أنتِ راسماها للناس، أصل الناس لو بتعاملني بقلة احترام فده عشان خاطر أنا باصدّر صورة لنفسي بعدم الاحترام ده. لو أنا باقعد مع ناس معيّنة الناس دي بتحسسني قد إيه أنا كبيرة وأنا شاطرة وأنا ليّا حدود ومؤدبة وكل الحاجات دي، فأنا باصدّر لهم الصورة دي. الصورة دي هتبقى هي الصورة الحقيقية بالنسبة لِك طالما أنتِ مش بتفاكي عشان خاطر ترضي حد. فتخيّلي بقى الصورة اللي ما بينِك وما بين نفسِك اللي أنتِ مصدّراها إزاي. طيب يا إيمان أنا باحاول إن أنا باغيّر نَفْسي وأنا لسه في حاجات مش 100% عارفاها عن نَفْسي، لإنِّك أنتِ قُلتِ لي إن الموضوع ده بياخد سنين، فأنا عايزة أكمّل في التغيير ده، أنا مش هاقعد أستنى السنين دي، أنا مش عارفة الlimit بتاع إن أنا أعرف نَفْسي ده إمتى. طيب أنتِ هتعملي إيه؟ أنا مثلًا من تجربتي الشخصية، في مرّة واحدة صاحبتي اتقبلت في وظيفة كنت حاسة إن هُم ليه ما كلمونيش، يعني أنا شخص معروف في الcareer فليه الناس دي ما كلمتنيش عشان آخد الحاجة دي، فبعدها رُحت افتكرت كده معلومة بتقول give note take a note بمعنى خُد ملحوظة، أنا شُفت الوظيفة دي فسألت نفسي 3 أسئلة، هل الحاجة دي أنا فعلًا كنت عايزاها؟ طيب مش يمكن فلانة الفلانية دي هي أصح حد للposition ده في الوظيفة دي؟ هل الكون والروتين بتاعي دلوقتي والناس اللي حواليّا ومثلًا انشغالي بدراستي، كل الحاجات دي ساعدتني إن أنا أوصل للposition ده في الشغلانة دي في المكان الفلاني ده؟ لمّا جيت جاوبت على الأسئلة دي حسيت إن أنا باخد نَفَس كده وباتصل عليها وبابارك لها على الوظيفة باقول لها برافو أنتِ فعلًا كنتِ تستحقي حاجة زي كده، لإن أنا كنت عارفة هي الprocess بتاعتها كانت عاملة إزاي في الcareer بتاعها، فبدأت أشجعها، حسيت إن أنا باقدّم نعمة لنفسي وليها، إن أنا خلاص عرفت إن في حاجة معيّنة هي مش مناسباني، فدي حاجة بتريّح لمّا تبقي عارفة الحاجات اللي أنتِ مش عايزاها أو إنِّك مستغنية عنها، دي حاجة بتفرق معاكِ جدًا، أنتِ قدّمتِ نعمة. فلمّا أنا هاجي أعمل حاجات تانية بتناسبني، هي هتبقى بالنسبة لي اللحظة بتاعة mom I did it dad I did it عارفين اللحظات دي؟ هي بالنسبة لي كده، أصل الحاجات اللي أنا عملتها والحاجات اللي أنا وصلت لها غير الحاجات المختلفة تمامًا اللي أختي وصلت لها، ففي كلتا الحالتين طالما أنا كنت مبسوطة وهي مبسوطة أهلنا كانوا مبسوطين بالحاجة دي، عشان ده هيفرق مع الناس اللي حواليكِ، ما بقاش في حاجة دلوقتي أو boundaries أو limit أو شكل معين للنجاح أو إنِّك أنتِ عايزة تتغيّري إزاي، أنتِ بتتغيّري وبتغيّري نَفْسِك وبتغيّري مستقبلِك وبتغيّري الناس اللي حواليكِ، فضروري جدًا تبقي عارفة نَفْسِك عشان ما تخنقيش نَفْسِك وأنتِ بتتغيّري.